كلمة السر السيت الجديد. باش ناخد كلمة السر أول مرة حاجة، ونقدر إلا نسيت كلمة السر وبغيت نسترجعها حاجة، وباش نبدل كلمة السر حاجة ثالثة. 3 نقاط على كلمة السر غنتناولهم في هذه الحلقة، واللي أكيد غادي تكون سريعة إن شاء الله. ننطلقوا في الموضوع ديال الحلقة كي قلنا اللي هو هذوك 3 نقاط حول كلمة السر اللي كاينين حاليا في فبراير 2025 والفوق. كاينين عندنا بزاف الناس منخرطين في كنوبس وما عندهمش كلمه سر، لاننا انتقلنا من النظام القديم للنظام الجديد. السيد الجديد ديال كنوبس خاصهم ياخذوا كلمه السر. الناس اللي يلاه غادا تخدم في كنوبس ولا في القطاع العام وغادا تكون عندها كنوبس وباقا ما فاهمه والو، يلاه دخل قالوا لي راه عندك كنوبس، سير للسيت فين تقدر تكري حسابك، ما عارفش كيدير، ايضا معني بهذا السؤال. دونك الناس اللي راهم ما عندهمش او اللي يلاه غيخدم ويلاه غيعرف كنوبس كيفاش تاخذ كلمه السر اول مره، هو الفيديو اللي درناه فيه 20 دقيقه. في صندوق الوصف غتلقاه مبسط جدا. تبع داكشي اللي قلت تما غتاخذ كلمه السر ديالك وتفعل الايميل ديالك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بخصوص كيفاش نسترجع كلمه السر. يعني ديجا انا فتحت حساب وكنت كندخل وكنتسارى وكذا، ولكن جا واحد الوقيته نسيت كلمه السر. ولا حنا راه عارفين دابا واحد التقنيه كنديروها، كندخل كلمه السر المره الاولى كندير لها روجيستري في التليفون، ما كنبقاش نعاود نتفكرها مره اخرى. فين ما بغيت ندخل كنحل في التليفون، مي كيجي واحد النهار نبيع التليفون ولا كيتفورماطا ولا كيتسرق وما كيبقاش عندي كيفاش ندير. دونك انا نسيت كلمه السر كيفاش غنردها. الامر بسيط، كتدخل كدير مون كونت السيت ديال كنوبس بطبيعه الحال، مون كونت كتدخل هنا كنا كنديروا رقم البطاقه الوطنيه ولا لي ماتريكولاسيون والكود. دابا حاليا قلنا ما عندناش، غنديروا غنزلوا لتحت غنديروا مود باس اوبليي، ورك عليها غادا تدخلك هنا. اش كيطلبوا لك في الخانه الاولى؟ كيطلبوا لك لي ماتريكولاسيون ولا لا كارت ناسيونال، اعطيهم رقم البطاقه الوطنيه. كدير ماشي روبو، انا ماشي روبو عمر هذه الخانه، وكدير فاليدي كيدوزوك المرحله الثانيه. هذا بطبيعه الحال الا كنتي فاتح حساب. الا ما دوزوكش المرحله الثانيه عرف راه ماك فاتحش حساب، سير عاود فتح حساب كي قلنا في النقطه الاولى. الا فاتح حساب غيدوزوك غيطلبوا لك الايميل، اعطيهم الايميل، ماشي اي ايميل، الايميل اللي سبق فعلتيه عندهم. علاش قلت لكم النهار الاول وفي الفيديو اللي رجع ليه راه قلت لكم الايميل من اهم الاشياء، راه الايميل اهم من المود باس حيت فيه غتقدر تسترجع. دونك قلنا غتعطيهم نفس الايميل اللي سبق عطيتيه لهم وتواصلوا معاك فيه، عطيه لهم ماشي روبو فاليدي. كيصيفطوا لك واحد المود باس بروفيزوار في السيت في الكونت ديالك ديال الايميل. سير غتلقاه هز هذاك المود باس عاود رجع. كتجي هنا كدير لي ماتريكولاسيون في السطر الاول، كدير المود باس بروفيزوار وكدير كونتيني. فاش كديرها كتطلع قدامك هاد الصفحه الاخرى اللي كيطلبوا لك فيها دخل مود باس جديد، عاودو دخل ايميل جديد، عاودو ودخل رقم الهاتف. الا دخلتي المعطيات كامله صحيحه راه هاد فاليدي اللي لتحت غتبان لك ولات زرقاء غامقه، زرقاء فونسي. الا كان عندك شي خطا، يا اما المود باس ما كيشبهش الاخر، ولا الايميل درتيه في جهه وما درتيش في جهه ولا كذا، راه ما غتبانش لك هذه بالزرق. يعني حتى تكون داير داكشي كوريكت عاد غادي يعطوك دير فاليدي، باش هكا غيصيفطوا لك واحد ليا اخر. دونك قلنا ملي كدير فاليدي كيصيفطوا لك واحد الايميل اخر ديال لاكتيفاسيون. غتمشي تدخل ثاني الايميل ديالك غتلقاه كليكي هنا كتورك عليه، كيردوك لهاد الصفحه الاولى. الصفحه الاولى اش غادي دير فيها؟ هاد الخطره غتدخل لي ماتريكولاسيون ولا لا كارت ناسيونال ديالك، وغتدخل في الخط الثاني المود باس اللي يلاه صوبتي، يعني داك اللي بدلتي درتيه جديد هو اللي غتدخله. عمر هنا هاد الخانه دير فاليدي وانت دخلتي الكونت ديالك. دونك هذا جواب للسؤال الثاني. السؤال الثالث هو انا عندي الكونت كندخل ليه عادي، ولكن داك المود باس شكيت ان شي واحد مثلا فتحت عنده الحساب في التليفون، ولا هو اللي فتح لي الحساب النهار الاول ولا شي حاجه بحال هكا، شكيت انه يقدر يكون مازال كيدخل معايا. كيفاش نقدر نبدلو عليه؟ كتدخل عادي كيف قلنا، كتنزل هنا لتحت المون بروفيل، كتجي كتلقى عندك هنا راه عندك جوج الخانات غير زعما الاشاره. عندك اما تبدل كلمه السر ولا حتى الايميل. كاين اللي كيكون عنده الايميل وكيكون نسى كلمه السر ديال داك الايميل براسو، راه تقدر تبدلو، تقدر تبدلو من هذه الخانه. راه تعليمات بسيطه. نرجعوا نركزوا على كلمه السر هنا اللي هي الغايه ديالنا في هذه الحلقه. كيقول لك هنا المود باس اكطويل، يعني المود باس اللي عندك دابا كتدخل به عمرو تم. ستارت الثاني كيقول لك نوفو مود باس، ستارت الثالث كيقول لك نوفو مود باس، سيتادير دخل القديم دير جديد اللي انت بغيتي وعاودو. والجديد ضروري فيه الحروف كبيره وصغيره، فيه الرموز وفيه الارقام، ضروري خلط من هنا ومن هنا باش يتقبل لك. ديرهم كدير فاليدي كيطلع لك هذا الميساج ان كلمه السر ديالك تبدلات، وكتبها في شي بلاصه باش ما تنساهاش.
دونك ببساطه هذا الجواب على 3 اسئله مهمه للغايه، واكيد غادا تتكرر من هنا للقدام، ديال كيفاش ناخذ كلمه السر لاول مره، كيفاش نسترجع كلمه السر الى فقدتها، وكيفاش نبدل كلمه السر. عندي وحده حاليا وبغيت نبدلها، بغيت ندير واحده اخرى، كيفاش نديرهم. جوابهم هو اللي درنا في هذه الحلقه. كانت شي حاجه ما هضرناش عليها ولا شي حاجه ما واضحاش، التعاليق مديورين لهذا الشيء. تحيه عاليه لكم جميعا.